عندكم يعني مدن كاملة معناها من الأصول متاعهم كونغولية، وعندكم حتى جمعيات أعتقد. صح، هما كانوا بني بربي كلمه عدوش في الموضوع هذا الخياط بربي كلمه في الموضوع ضايع. شارل دي جول وقت لي ثم خطاب طلع يحكي فيه، قال وقت لي دخلوا شمال افريقيا يعني فرنسا وقت دخلت لافريك دو نور شكون لقات فهمتني. شوف حتى المغرب ما جبدش عليها، قال لك لقينا لي كارتاجوا يعني القرطاجيين ولي كابيل، فهمت كيفاه؟ يعني محصوره الحكايه معروفه شنية فهمتني. يعني الجزائر ما كانتش جمله ما في يعني من وقت دخول فرنسا ما نعرفش يعني 320 عام ولا ما نعرفش، مش متاكد قداش قعدوا في الجزائر اللي صنعت يعني صناعه فرنسا هي، فهمتني. ويجي يطلع لك يقول لك مثلا تاريخ تو عندي تاريخ وعندي كذا، انت تاريخك لو محسوب من عام 62، فهمت كيفاه؟ انا باش احكي لي من نلجموا بعد يا رباط، انا باش نلجموا. يا بابا ها يا سيدي، هو كان قاعد بركه وشد ميوت، رانا علمناه تاريخ. باش نلجموا انا. تفضل. Algériens. Nous avons fabriqué, nous Français, l'Algérie, et bien vous devriez être fiers d'avoir été fabriqué par la France. Nous avons fabriqué, nous Français, l'Algérie, et bien vous devriez être fiers d'avoir été fabriqué par la France. Le drapeau algérien a été créé et tissé tel qu'on le connaît par une Française, à Paris. Elle s'appelle Émilie Buscan. Ils pourront crier « One, two, three, viva l'Algérie », mais ils devront rajouter un couplet « One, two, three, viva Émilie ». L'Algérie telle que nous la connaissons, y compris à travers son nom, c'est une création administrative des Français. Cette terre n'était qu'une terre colonisée par tout le monde. Colonisée par les Romains, colonisée par les Arabes, colonisée par les Turcs. Et c'était rien, c'était un désert. La France a fait l'Algérie, elle a même donné son nom. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. C'était toujours été une terre coloniale. Non, mais je plaisante pas du tout. Même le nom Algérie, il naît sous la plume de la France. J'aimerais quand même rappeler que l'Algérie a été construite par la France. J'aimerais rappeler que l'Algérie n'existait pas avant 1870. عم رابح الإجابة هذه باش نعطيها لعم رابح. لا عم رابح تفضل عم رابح. دقيقة خير. عم رابح لحظه دقيقه بركه خيات كلمه بركه باش نكمل، علاش ما نكملش الحكايه، فهمتني. فرنسا راهي بعمرها ما استعملت المغرب، بعمرها ما استعملت المغرب، فهمت كيف؟ باش نكمل الكلام هذا. اوكي خذوا الكلمه توا. عم رابح، عندي سؤال عم رابح، ومرحبا بك سي عم رابح معنا القبيلي، وهو من الحر يعرف كل شيء. عم رابح، هل انت تعرف تاريخ؟ الزلف اللون. السلام عليكم. السلام عليكم عم رابح. السلام ورحمه الله. جزيل الشكر على الوظيفه. والله تاريخ الجزائر والله لا مزور من زمان. وعلاش مزور؟ باسكو ما يقولوش الحقيقه في الجزائر. ممنوع باش تقرا التاريخ تاعك. كي كان بوخروبه مجمع انسان يكون سياسي يقتلوا بوخروبه، ومن بعد يقول لك عندنا ازمه رجال، وهو اللي قتل الرجال كاع يتيك، هو اللي قتل الرجال، هو اللي قتل لي زونسيان كومباتون، هو اللي قتل لي زيكريفان، هو اللي قتل لي زانتيليكتويال، وهو اللي حاوز المغاربه 1975، والوفات اللي حاوز المغاربه في الجزائر، وكان 19 وزير مغربي. شوف يا اخي، الجزائر جامي دات الاستقلال، وجامي شفنا الاستقلال حتى في المنام جوسكا بريزون. شكون يخرج فرنسا من الجزائر؟ لازم الانسان يكون واقعي ويتكلم الواقع في نفس الوقت. هي لي زيتازوني، لونو هي اللي خرجت فرنسا من الجزائر. كيفاش انت البلاد اللي هي فرنسا 132 سنة وهي اللي بنات الجيري اللي سماها جنرال شنايدر، والشنايدر هاد لو نون دو فامي ما اكزيستيش، يعني نورمالمون في الاسم هذايا يعني فرنسي وهو الماني. شنايدر ما اكزيستيش انا في لو نون فرونسي هذا، الور سي ان المون. دونك الامريكان هي اللي خرجت
يعني فرنسا من الجزائر. هي اللي بنات فرنسا، هي اللي بنات المستشفيات، هي اللي بنات الباطمات، هي اللي دارت الطرق، هي عم اللي رابح دارت عم المدرسه، رابح هي اللي دارت اليونيفرسيتي. عم رابح دقيقة انا ورجع لك بالليل. اخوان تكبيس عنا ضربونا بالسنيال. واصل عم رابح واصل، كمل كلامك، خذ الكلمة اخوي. الور دونك وعلاش الجزائر لي فرونسي يعني داروا يعني لا جيوغرافي وسعوا الجزائر وسعوها. وعلاش دوكا حفتر او حب يرجع الاملاك نتاع ليبيا. تونس تاني تسال يعني في لي فونتيير، المغرب تسال في لي فونتيير، النيجر حاليا راهي تدي لهم البترول والغاز اللي يتسرق فيها هاد لي جينيرو. الور دونك هما اللي كبروا هاد المساحه. الور دونك فرنسا واش دار دركا؟ فرنسا دركا اكتويلي عندها البروبليم مع الجزائر، راهي تطلب يعني الاملاك تاعها، وراهم يكذبوا على الشعب. هما يعني الجزائر يتخلص الضريبه على الاملاك هذو اللي خلات فرنسا، وجامي يهضروا عليها باسكو تجيهم شويه ثقيله. على هذيك اللي فرنسا جامي ديموندات تسمح على لا كريميناليتي اللي دارتها في الجيري. الور دوك فرنسا اكتويل راهي ديموندي البالي دو غوفرنمون اللي جاي في بورسعيد، هاي ديموندي البطيمه هذه اللي جايه في طاقرة الجي اللي خلاتها فرنسا اللي موالفين يديروا فيها حوار. القصور بجاردان ديسي كاين بزاف لي فيلا اللي ديال الفيلات اللي عندهم مساحات كبار اللي جاي في لاكولون فارول وين كاين لومباسات تاع الامريكان. الور دونك في حضره، في تيليملي، في شراقه، لي كارتي شيك هذو قاعدين كام يديمونديو الاموال تاعهم. ومام بنيامين تبون هضر خطره قال ما عندهم الحق يديو الاملاك تاعهم باسكو على بالهم بلي ما عندهم حتى وثيقه تاع الاستقلال، ما عندهم حتى لابريب بلي داو الاستقلال. الور دونك فرنسا راهي تطلب الاموال تاعها، راهي تطلب الاملاك تاعها. الور دونك البترول والغاز راهو يحب زعما يحبس البترول والغاز، دركا ويحلها بدروسو. درك رايحين يديروا لهم لومبارغو. الا داروا لهم لومبارغو على بالك بلي عندنا 95% في لامبورطاسيون، يولي ما يقدر ياكل ولا العدس ولا المقارن ولا الفرينه ولا خاطر كلشي امبورتي. ميم الزراعه تاع الفلاحه سي امبورتي، ميم القمح سي امبورتي، ميم العباد سي امبورتي. الشنويين وهاد الاتراك اللي راهم يخدموا الحديد سي امبورتي، كلشي امبورتي. الور مام النخاله تاع الحيوانات تاع المواشي امبورتي، الدجاج امبورتي، البيض راهم يجيبوهم من اسبان امبورتي، اللحظه امبورتي، كلشي امبورتي. تاكلين على البترول والغاز، والبترول والغاز ما يبطاش ينشف 2030 ينشف البترول ينشف الغاز. ودوكا بوتين راح يستعمر الجزائر باسكو دوك بوتين دار على الجزائر. باسكو علاش؟ راهو حبس دار بومبا يعني في البحر وكسر تيوات تاع الغاز والبترول اللي الالمان تدي البترول والغاز 95%. الور هو حبس البترول على الاوروب ولي جينيرو تاع الجزائر زعما داروا الانخفاض يعني في الاسعار نتاع البترول. زعما قال كيفاش انا نحيت لهم البترول والجزائر تبدل لهم البترول. دركا بوتين راح يعني يحارب بالجزائر. الور كارثه كبيره. الور راح يستعمر ميم لي 14 بيي افريكان. الور هو حب يدخل روحو في النيجر وحب يدخل روحو في مالي من ازوات، والله راح يخلصوها غاليه. الور راهي الحرب على الابواب. دوكا ذو ما ربحوا ولا مع الايران ولا مع الروس ولا مع البريكس ولا مع الاوروب ولا مع الامريكان ولا مع الاسبان ولا مع المغرب ولا يعني مع فرنسا. يعني هاي كارثه كبيره في الجزائر. الزلزال اللي ضربت في الجزائر هاد لا بوليتيك تاعهم هذه سي لا كاتاستروف توتال. الور باسكو علاش ما عندهمش لا دبلوماسي، جايبينها بثي حيله
جايبينها بتاع حرايميت. الور كما تدين تدان، رايحين يخلصوها غاليه. نبلا الوثائق اللي عندنا في واشنطن وفي نيويورك وفي جنيف وفي البرلمان اوروبيان على الحرائق هذوما جوسكا بريزون مازال راهم يحرقوا في بلاد القبائل ومازال يموتوا الناس. الور دونك لا كور سيبريم انترناسيونال سافا با روتاردي ويجوزوا كاع العداله. مام فرحات مهني صافي با لونطون ملي تلاقى مع الوزراء في لونجلتير على لافير هذه تاع لي دروا دو لوم انترناسيونال، باسكو عندهم من تما يعني وين يعني البالي هذايا وين يديروا لا ريونيون تاع لي دروا دو لوم ديكلاراو 2018 باللي كاين يعني 18,000 يعني سجناء في الجزائر هذه في 2018. الور ايماجيني دركا شحال كاين محابس في الجزائر. كاين 84 سجن اللي بناوهم جدد. دونك الجزائر كاع سي دو لا بريزون. هذيك البلاد هذيك نورمالمون يغطوها بالباش ويكتبوا اون بار اريبارابل. هذيك بلاد حبس، بلاد العنف، بلاد لا ديكتاتور، بلاد يعني مازالوا جوسكا بريزون مازال يعذبوا الناس ومازال التحرش الجنسي. ما لو كان يروح واحد الكوميساريه ولا الدرك ولا الدرك التخريبي هذايا ولا اخر يتحرشوا على النساء ويتحرشوا على الرجال. على هذيك اللي كاين بزاف السيده في الجزائر وكاين الالوفات كل عام يعني السيده في الجزائر، وكاين بزاف الاطفال هذوما المحرمين هذوما اللي راهم يترماو كاع في القفاف الشاشيات سنويا. راهو الوفات اللي كاين الاطفال هذو نتاع الحرام هذوما اللي كاين باسكو ما هما اللي داروا هاد لي كاباري، هما اللي داروا هاد الشطح والغناء. الور دونك هاي كارثه، مرض كبير في الجزائر. الور السيده وزيد لها مرض السكر، زيد لها السرطان، زيد لها ضغط الدم والدواء ما كاش، دياليز ما كاش، شيموثيرابي ما كاش، لا كوليودي ما كاش، لا كوشيليجيكار ما كاش. الور سي ميم تحاليل تاع الدم باش دير تحاليل نورمال برك 1,200,000. الا دير تحاليل تاع الايدز تاع السيده 2,200,000. وكاين الناس اللي عندهم السيده وما على بالك باللي عنده السيده. الور على هذيك لا قوه السيده في الجزائر. الله يجعل خير ويعطيكم الصحه على الوظيفه هذه والكلمه لكم. وسمحوا لي راني بطيت عليكم شويه على ما يصيرش ممكن عمري نسألوا يا تعرف. خياط؟ نعم تعطيني مداخلة أستاذ خياط. تفضل دكتور حلمي ومن بعد نشوفوا خونا انيس. تفضل خويا حلمي. ما نبطاش عليكم، بارك الله فيك. نشكر السيد اللي دخل من منطقة القبائل الأمازيغية في الجزائر. معلومة فقط في نطاق البحوث والدراسات، معلومة هو برنامج أو محاضرة أنجزتها في 200 صفحة بالإنجليزية، وكنت في الوقت 2014-2015 وقت التفجيرات في حكم الباجي السبسي في تونس والشيء الإرهابي اللي صار وهذا كل، وكانت موجهة للناتو وكل باعتباري عسكري سابق. البعض يظن في شمال أفريقيا والشرق الأوسط أنه مثلا نقولوا الإرهاب الإسلامي أو الإسلاموي بدأ مع ضربان الأبراج في أمريكا والتفجيرات اللي صارت في البلدان الأوروبية 2001 و2 و3 و4 وكل، لكن هذا ما هوش صحيح. جذور الإرهاب الإسلامي العنيف هي ترجع إلى المؤسسة العسكرية الجزائرية والعشرية السوداء في الجزائر. وقت ما الناس، الأعداد المهولة من الناس اللي ماتت في العشرية السوداء علميا وتقنيا ما يمكنش تكون على يد عصابات او ميليشيات او مجموعات اسلاميه او ارهابيه وسمي كما تسمي. لا، ثم مجهود نتاع دوله، ثم مشاركه نتاع دوله، ثم مشاركه تقنيه وعلميه نتاع جيش نظامي. واللي الارواح اللي طاحت في الجزائر في العشريه السوداء قد تكون مناصفة 50% ما بين الجماعات الإسلامية وما بين المؤسسة العسكرية الجزائرية في نطاق يا نحكموكم يا نقتلوكم. هذه الأولى. الثانية، المؤسسة العسكرية الجزائرية عندها باع وذراع في خلق الجماعات الإسلامية على غرار القاعدة في بلاد المغرب وغيرها. وقت ما وصل الشيء كونه المترو في باريس في التسعينات تصير فيه تفجيرات ومتورطين فيها جزائريين، وقت ما طائرة لير فرانس من مطار هواري بمدينة تخطف وتهبط في فرنسا على ايد جماعات جزائرية اسلامية، لهنا الغرب واجهزته فهموا كونه هالعمليات النوعية هذه مستحيل تكون على يد
الحفاة العراة المغالين الإسلاميين والمخربين الإسلاميين والإرهابيين الإسلاميين. لا، هذه ثم أيادي، ثم دولة ترعى في الشيء هذا، ثم ضباط جيش يرعوا في الشيء هذا. في الوقت في الفترة هذه اقتنع الغرب والاتحاد الأوروبي وعلى رأسه فرنسا وبريطانيا وأمريكا أنه المؤسسة العسكرية الجزائرية مؤسسة مجرمة في حق شعبها وفي حق شعوب البحر الأبيض المتوسط، وأن جذور الإرهاب الإسلامي بدت في الجزائر وانتقلت العدوى إلى أوروبا. وقتها ضغط الغرب كونه العشرية السوداء توفى، وجابوا عبد العزيز بوتفليقة اللي كان سفير في الأمم المتحدة في واشنطن، جابوه وعملوا قانون الوئام والمصالحة، أبوس خوك وما صار حتى شيء، وهبطت الجماعات الإسلامية من الجبل وسلمت سلاحها ومشت الجزائر في الكونتكست بتاع حكم بوتفليقة. إذن وعليه الإرهاب الإسلامي المسلح العنيف الدموي ماهوش القاعدة أو داعش، وإنما جذوره كانت في الجزائر وعلى يد المؤسسة العسكرية الجزائرية اللي قتلت شعبها واللي صدرت الإرهاب الإسلامي إلى أوروبا وإلى بقية جوارها الإقليمي. هذه معلومة أكاديمية، معلومة تاريخية نسوقها في هذا المنبر للأستاذ الخياط. تفضل. شكرا. شوفوا أختنا زهرة، ومن بعد نعطي الكلمة أخونا أنيس. زهرة كانك خذ الكلمة ومن بعد نرجع الكلمة لأنيس. نحب نسأل وين على قضية الأقديم السود. وأنا قريت معلومة إنه كانوا عددهم مليون يعني عام 1962، وتم تهجير 800 ألف منهم، ولكن 200 ألف خذوا الجنسية الجزائرية. هل هذا صحيح أم لا؟ سؤال العم رابح. أي الأخ اللي كان يحكي نعم تفضل. يعني كاين في وقت بن بلة هذا يا جمال عبد الناصر قال بن بلة كاين 1.5 مليون شهيد، وهذا بنيامين يا أخي الأقدام السود. لا يا عم رابح مش تحكي شهداء على الأقدام السود. نعم عودوا السؤال. أنا نسأل فيك بخصوص الأقدام السود الفرنسيين اللي كانوا عايشين في الجزائر. قريت معلومة إنه كان عددهم مليون عام 1962، وتم تهجير 800 ألف منهم، ولكن 200 ألف منهم خذوا الجنسية الجزائرية. هل هذا صحيح أم لا؟ أنا معلومة قريتها ولكن نحب نسأل. هما عندهم صح، يعني الكلام منطقي، عندهم ناسيوناليتي فرونسيز باسكو نهار كاين بزاف يعني لي مام خرجوا من الجزائر، يعني هذا الحركه هذوما وعطاو لهم الجنسيه الجزائريه اون طونك هما يعني زادوا في وقت فرنسا او ميم طون سي دي فرونسي. مي واش هو داوهم في البابورات هذاك الوقت، وقال يداوهم الناس كان يداوهم معمرين. السيره بحرام معمرين، هما السيره بحرام معمرين وفلاحين وخدموا الجزائر وخدموا لي فيرم وخدموا لاغريكولتير، راهم معمرين السيره بحر. يا اخي تهضروا لي على الحركه ولا على مش راكم تهضروا؟ نو الاقدام السوداء. الحركه حاجه، سيره بحال لي بي نوار حاجه والحركه حاجه خويا. لي بي نوار هما اليهود والغجر وجنسيات اوروبيه وتركيه وخليط من الجنسيات اللي خدموا لاغريكولتير، خدموا الفلاحه، خدموا لي فيرم، خدموا الطرقات، خدموا هذوك. اي صحيح. لا دوكا فهمت. دوكا سي نورمال كانت الجزائر باسكو جو مي سوفيان ا ليبوك من الجيل يعني من زمان، يعني انا راني نخدم دوك في 69 سنه، يعني حضرت يعني الناس هادو اللي خدموا الفلاحه، كاين فيها لي اسبانيول، كاين لي ايطاليان، كاين الاتراك، كاين بزاف الناس اللي كانوا عايشين في الجزائر. بكري كانوا الناس تحرق يعني من ايبيزا، باسكو ايبيزا باش تروح للوهران يعني ماهيش بعيده، يعني بالفلوكه اللي راك يعني في الجزائر في وهران.
الوغ دونك كاين بزاف اللي كانوا يخدموا الفلاحه. حتى نجاوبوا على السؤال هذا عم رابح. لحظه عم رابح باش نجاوبوا عليه السؤال هذا. عن الاجابه نتاعو السؤال هذا دقيقه بركه. خلينا نشوف انيس ومن بعد نشوف الام. انيس مرحبا. دقيقه عم رابح خليك معنا عم رابح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للأستاذ الخياط وتحياتي للمستمعين والمشاهدين وتحياتي للدكتور عبد اللطيف. وبعد، إن كانت إيران الخنجر المسموم في خاصرة الإسلام والمسلمين، لدينا الآن الجزائر الخنجر المسموم في شمال إفريقيا ودول الجوار: المغرب، تونس، ليبيا، تشاد، مالي. يعني سبحان الله، من نخاطب؟ لنبتعد قليلا عن السياسة ونتحدث عن العقل الجزائري. من هو هذا الجزائري؟ هذا العقل الجزائري سباب، لعان، شتام، جاهل، تافه، فاشل. يعني لا يستطيعون الحوار إلا بالسب والشتم والقذف واللعن. هذه أخلاقهم. وأريد مداخلة وعندي ملاحظة أخرى. يتحدث الجزائري اللي يطلع من أتى بفاغنر. نعم، أتى بفاغنر النظام الجزائري بتوقيع شنقريحة في سنة 2021. والأخ التونسي معناتها جاوب على هذا. بالنسبة للأراضي التونسية، وشهد شاهد من أهلها علي بالحاج المعارض السياسي الجزائري الذي صدح بكلمة الحق وقال أن الصحراء الشرقية للجزائر تابعة للأراضي التونسية. يعني نظام مجرم قاتل سافك. لنسأل الجزائريين في العشرية السوداء من قتل الجزائريين، وأكثر من 250 ألف جزائري قتيل وأكثر من 30 ألف يعني مفقود. نظام بشع حشرنا الله مع هذه الدولة، دولة السوء، دولة الشر، دولة تريد تقسيم تونس وتقسيم ليبيا وتقسيم المغرب، دولة لا تريد إلى جيرانها إلا الشر، في قلوبهم مرض. يعني دولة حقد تخلف لنا مخلفات من هذا الشعب البائس. هل يعلم الجزائري أن أبناء الجنرالات تسبح في المسابح وتلذذ بأكل الطعام الشهي في إسبانيا والفيلات والنزل الفخمة، وأنت يا جزائري يعني لا تستطيع حتى تركيب جملة عربية بفعل وفاعل مفعول به، لا تتعر. يعني سبحان الله. صفحات التواصل الاجتماعي أصبحتم أضحوك بين الدول العربية. والله عيب، أصبحتم أضحوك. حتى الإخوة العراقيين، السعوديين، حتى من اليمن أصبح يضحك على الجزائري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا ليكم، مرحبا بك. تفضل ديبون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ خياط، جميع المستمعين والإخوان. وش أنا عايش في فرنسا منذ تقريبا 45 سنة، واللغة العربية عندي شوية بديت نضيعها، ولكن واش يمكن لي نتكلم بشوية عربية وشوية فرنسية ولا لا؟ تكلم كيما تحب خويا. شكرا جزيلا. يا أخي، المداخلة ديالي أنا فيما يخص هذا المشكل ديال المغرب كله، l'Afrique du Nord. C'est une géostratégie globale qu'il faut voir. L'Algérie, ça fait partie. On est tous victimes. كنا ضحايا في هذا المشكل ديال هذا سميتو. أنا نرجع تقريبا واحد 500 سنة قبل لا بوليتيك ديال فرنسا، لا بوليتيك الفرنسية. واش نجي لا بروميير فاز، الفترة الأولى وهي سميتو l'esclavage. فهمتي؟ ابخي l'esclavage qui a duré presque 300 ans، عندنا la phase ديال la colonisation qui a duré à peu près 150 ans plus ou moins. وصلنا دابا حاليا حنا on est en train de découvrir ce que j'appelle moi la servitude. شنو هي la servitude؟ هي deux individus ils font des accords sur le dos des autres.
en l'occurrence الشعوب سميتو الشعوب. المشكل اللي كاين هاد لا سيرفيتود، هاد السياسه الفرنسيه لا فرانس افريك، وهو تنشوفوا السياسه ديالهم من هذه دابا منذ الاستقلال فان دي زاني 50 ديبي دي زاني 60 تنشوفوا بان اون ديكوفر اجوردي بان الجزائر مازال ماشيه مع فرنسا، هي اللي تتمشيها. لان علاش؟ لان فرنسا قبل ما تخرج دارت الجزائر c'est une plateforme stratégique pour la France. علاش؟ لان عندها 6 ديال الحدود elle domine toute la région de l'Afrique du Nord. عندها الحدود مع تونس، مع ليبيا، مع تشاد، مع النيجر، مع البوركينا فاسو، مع المالي، مع موريتاني، مع المغرب. دونك سي اون بلاتفورم استراتيجيك بور لا فرانس. فهمتي؟ وهاد المشاكل هذه كلها لي زاكور ديفيون، هاد لا سيرفيتود علاش تنهضر هو لي زاكور ديفيون. انتم كلكم راك عارفين شنو هما لي زاكور ديفيون اللي فرنسا دايره يديها على جميع لي ريسورس ديال الجزائر وما جاورهما ما ندخلوش في التدقيق ديال كل شاك بيي. واش فهمتي؟ وتنشوفوا هاد لا ميم بوليتيك هي لا بوليتيك ديال لو فرون سي اف ا ديال 14 دوله ديال لافريك سوبساريان. يعني دونك هنا تنعرفوا لا استراتيجي ديال فرنسا. وفرنسا بوندون هاد لي 60 ديرنيير اني ديال سوا ديزون لانديبوندونس راه تقريبا قتلوا واحد 48 شاف ديتاي دو غوفرنمون دون لا ريجيون، فهمتي، بور دوميني لا ريجيون. دابا المشكل اللي اخي سامحني اور سيجي هذا اور سيجي، سامحني اور سيجي شويه راك بعدت بعيد راك. لا حنا تنهضروا اخويا لا ما هي تنهضروا على الجزائر، ولكن خصنا نهضروا دون لا جلوباليتي اخويا. لان الجزائر دارك نتايا في تونس، ودارني انايا في المغرب، ودار الاخر في موريتانيا، ودار الاخر في سميتو. علاش هاد المشاكل هذه كلها خصنا نعرفوها منين جايه. فهمتي؟ الا بقينا تنهضروا غير على هذاك لا الخنونه ديال الاخر والاخر كلا سميتو ديال الاخر جاي من فرنسا. المشاكل كلها جايه من فرنسا. لا المشاكل كلها جايه من فرنسا ورسي جاي. لا سامحني، كل شيء المشكله كلها جايه من فرنسا. لا سامحني لا. منين جايه اخي؟ الا ما كان جايه من الاستعمار. هادو لي كونسيكونس ديال الاستعمار اللي حنا اوني اون تران دو ديكوفرير حاليا. حنا عاد تنفيقوا باش نعرفوهم شنو واقع، عاد اون كومونس اناليزي لا سيتوياسيون. ولكن المشكل ماشي هو هذاك، المشكل كيفاش غادي نحلوا هاد المشاكل هذه. دابا التدخلات اللي كاينه حاليا وهو هي دي ديكوفير تري امبورطونت ديال الغاز وديال الذهب في سميتو في موريتانيا، في السنغال، في المالي. وهذا الشيء ça développe l'appétit de beaucoup de monde. فهمتي؟ دونك لا ريجيون elle est en danger. ها انت ها فاغنر داخل، ها روسيا داخله، ها الامريكان داخلين، ها كل شيء داخل. كيفاش غادي نحلوا؟ كيفاش حنايا شنو هو المستقبل ديالنا في هذا سميتو؟ كيفاش غنحلوا حنا المشاكل ديالنا دون لا جلوباليتي في هذا الريجيون؟ الجزائر الروس دخلهم النظام الجزائري من فضلك. الروس دخلهم النظام الجزائري. اخويا راهم دخلوا شوف الروس دخلوا راهم حاليا في سميتو في المالي، راهم في بيساو، لا غيني بيساو. شوف في ماشي هما توا سامحني الفاغنر دخلتهم. شوف دخلتهم الجزائر، وثم قوات تركيه اخرى، ثم قوات اخرى تركيه داخليه. هما توا حاليا ثم هما اللي يضربوا فيهم في مالي الازوات، يضربوا فيهم بطائرات برقدار تركيه صنع. منين يضربوا فيهم؟ من اراضي جزائريه، وعطتهم الجزائر اراضي على اساس انها اراضي زراعيه، وهم ثم الاراضي ذيك اراضي غير صالحه للزراعه. كل الخراب وكل سرطان شمال افريقيا جانا من الجزائر. ايوه احنا متفقين، هذا خراب كله جاي من الجزائر. ولكن علاش الجزائر عندها هذا لو كومبورتمون هذا في لا ريجيون؟ شكون؟ واش الجزائر بوحدها اللي تدار فرنسا فوالا. ها احنا رجعنا لا سورس.
شكون سي لو دونور دور؟ واش نتوما فرنسا هذه 200 زون دابا ما بين الاستعمار وما بين لا سيرفيتود ديال سميتو تتنخب في الثروات ديال الدول هذه، وغادي تخرج بيديها خاويه، ما غادي من سميتو. وشايفه فاغنر في روسيا داخله، وشايفه سميتو واش غادي تبقى ساكته. دونك هذا هو السؤال اللي تنوضعوا حنايا، شنو هو كال سون لي كونسيكونس ديال هاد التدخلات هذه كلها اللي خدامه اللي واقعه حاليا. فهمتي لو موفمون ديال حتار في ليبيا راه سا دي كونسيكونس، هادو الازوات اللي داخلين في سميتو اللي تيضربوا لتحت راه سا دي كونسيكونس. هذا غادي تولي واحد المنطقه الا ما عرفناش كومون لا جيري حنايا ولاد البلاد سميتو داخليا ولا خارجيا. لا ما عرفناش كيفاش نجيريو هذه القضيه هذه، اون فا ايت فيكتيم ديال اون غير سانغلونت دون لا ريجيون. هذا هو اللي يفو فوا. فوالا سي ما كيستيون. فوالا المداخله ديالي، وسمحوا لي الا كنت دخلت شي لحظه دقيقه خويا سمح. بلا مدير التريات تشوفوا العيب 3 سنين نحيهم. راه مدير التريات بلا يشوفوا لنا ديما العيب. كونتوات هكا، كونتوات صغيره، كونتوات هكا بلا يطيروه، نحول المستيلوات ولا يطيروه. باهي مغرب الاتحاد خويا، نرجع لك الكلمه. صحيح، انا استمع اخي الخياط. ربما هذه المنطقه، ما يجري في المنطقه هي متشابكه، ولكن الخيوط بدات تتضح كما قال. ولكن الشر، كل الشر هي هذه الرقعه الفرنسيه، هذه الرقعه. ولكن كما قال الأخ المغربي صحيح نعرف فرنسا، ولكن اليوم هل فرنسا وحدها؟ لا، هناك ناس يعملون. فرنسا بدأت وهم أبدعوا، هي فقط بدأت في المشروع وهم أبدعوا في القتل، أبدعوا في التنكيل، دخل كل شيء من عندهم، أصبحوا باب مفتوح. نعرف أن كل الشر، لا الإسباني ولا العثماني ولا الفرنسي دخل لنا من الشرق، من هذه الرقعة التي صحيح أن حتى الحيثيات التشكيل ديالتها ومسائل أصبحت معقدة. ولكن اليوم احنا أصبح عندنا شيء مسلم، أن هذا النظام الخبيث العسكري أبدع في الخبث. إذا كانت فرنسا خبيثة ربما تركت الجزائر، قدمتها لهم في طبق من ذهب، ولكن هم أبدعوا في الخبث. هذا الخبث اليوم يؤدون الثمن. صحيح المنطقة فيها اضطرابات، المنطقة مقبلة، ولكن سامحني خويا المغربي المتدخل، سامحني، راه مشكل النظام العسكري او الطبقة السياسية الحاكمة. لا انا نقول لك 3/4 الشعب، هذا ما يسمى بالجزائر، راهم نفس العقلية فيما يخص التعامل مع تونس ومع ليبيا ومع المغرب، باش نكونوا واضحين. صديقي الكريم، صحيح انا قلتها، شوف، معارضة وموالاة وشعب كلهم وجهان لعملة واحدة، كلهم يتناغمون تناغم تام. لأن ربما تكلمنا في هذا الوضع، تكلمنا حتى في قضية هذا الشعب المختلط، الأجناس مختلطة، حتى أن النطف مختلفة. نعرف أنه خليط، مزيج، كوكتيل أعطانا هذا النتاج. لأن المسألة أصبحت ليست فرنسا كما قال الأخ المغربي. نحن الآن مع مشكل مع نظام وشعب، نظام يتماهى ويتناغم مع شعب، نظام يقهر ويقمع، شاب يحب أن يقمع. المسألة أصبحت بديهية، ولكن هذا خطر حين نجد نظام فاشل وشعب غير واعي. هذه قنبلة موقوثة على المنطقة. ربما هذه الإكراهات وهذا الفشل وتعطيل التنمية في المنطقة، هذا أساسه هو نظام وشعب. تبين الآن بالملموس، وأنا قلتها وكررتها، حين يصعد معنا هذه العينات وهي كثرة، سواد أعظم، أنا أتكلم أنه أصبح يتناغم مع الشعب، نفس منطق الشعب، نفس منطق النظام. ما يقوله الشعب يقوله النظام، يكذب النظام يصدق الشعب. إذن هذه مسألة أصبحنا نواجه منطقة أو نواجه ساكنة ونواجه نظام وشعب أصبح خطرا على المنطقة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هذا هو الأساس. حتى هذه الأمور التي ذكرنا الآن نجد صعوبة مع الشعب. كنا نود حتى في الطلعات وشاف الإخوان، الناس لا يفقهون، لا خلق، لا خلقة ولا خلق كما يقال. ناس لا منطق، لا دين، لا هوية، لا أساس، لا إنسانية. جربناهم في هذه 4 سنوات، ربما هذه 4 سنوات تبين. أنا قلتها وأعدها، أصبحت القارات ال5 تعرفهم،
نشرنا غسيلهم، ولكن لما تبين للناس في القارات الخمس، أصغر صبي في كوزباخستان وكازاخستان أصبح يعرف أن هذه العينات التي كانت تصعد وشفناها حتى النخبة السياسية في الاقتراعات، في الانتخابات، في القنوات الرسمية والغير رسمية، في البرلمان، مؤسسات تنفيذية وتشريعية، وكالة أنباء، نظام عسكري، لا نعلم من يحكم، خليط فوضى، نظام فوضى. حتى النظام لا يمكن أن نعطيه تسمية نظام بالمناسبة. حين قال الشعب الجزائري عصابات كان صادقا، لأنهم يتعاملون بمفهوم العصابات، غباء سياسي، لا يفقهون شيء في السياسة، لا سياسة داخلية ولا خارجية، إخفاقات. وهذه الإخفاقات أدت بنا إلى هذا الأمر. نود أنه ربما تكون حلول أن يضربوا بعضهم ببعض حتى ينتهوا، لأنه فعلا أصبح ورما أو قنبلة موقوتة يجب أن نتعامل معها. ممكن أخي الخياط. معك